من وسط الملعب. مجدي عايز يعدي لكن بتتقطع. شيكا وصلت بينيه، انفراد وعمرو زكي، لكن العارضه بترد كوره عمرو زكي، وحكم المباراه بيقول ايه؟ بيقول التاني للزمالك. عمرو زكي يسجل هدف سريع واستريح يا معلم. الهدف التاني للزمالك. ادي الكره اتلعبت ما كانش فيها تسلل، وادي عمرو زكي حطها. ايه ده؟ لو الاستربايه دي تتشال شويه. ايوه كده. نعيد اللقطه ونشوف بقى اذا كانت هدف ولا لا. وهو قدامنا اعتراض من الجهاز الفني لنادي غزل المحله، وهنشوف الكوره بقى فيها ايه. ادي البينيه، يكمل بس كده المخرج. اهي الكوره وادي عمرو زكي حط الكوره اهي. لا يا راجل، مش جون، مش هدف. الكوره مش هدف، واضحه. نقول راينا بصراحه ونقول اللي لينا واللي علينا. مش هدف وهو، لكن خلاص احتسبها هدف خلاص. لكن اهي الكوره وادي عمرو زكي حط الكوره، مش هدف. لا، واضحه ان هي مش هدف، لكن خلاص احتسب الهدف ولا ايه؟ حكم المباراه محمد عبد القادر مرسي. وادي عمرو زكي دخل كده من قدام سامح علي وحط الكره. مش هتبان من هنا يا مخرج، مش هتبان من هنا، لكن هي بانت من الناحيه الثانيه. ولكن يحتسب الهدف الثاني حكم المباراه محمد عبد القادر مرسي. يبقى الهدف الثاني للزمالك عن طريق عمرو زكي. اهي الكره نزلت ما دخلتش هدف، باينه وواضحه. واشكر ناصر بيومي مخرج المباراه، المخرج من ارض الملعب ناصر بيومي. اهي الاعاده وهي الكوره والتسديده اهي عايدها لنا كده سلو موشن. صح، مش هدف، لا باينه واضحه.